السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القصة دي من كتابة صبحي المرسي. نبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. اسم الشيخ عبد العزيز، معالج بالقرآن من أكتر من 15 سنة، وشفت حاجات في شغلي توقف شعر الراس. لكن اللي حصل في سنة 2014 مع البنت دي ما كانش زي اي حالة قبل كده. اسمها منار، بنت عندها 19 سنة، متدينة وهادية، كانت في اولى جامعة، واهلها ناس طيبين من قرية صغيرة في دلتا مصر. امها كلمتني وبتقول: يا شيخ، بنتي بقت بتتكلم بصوت راجل وبتعيط طول الليل، وبتقول لنا هو هنا، هو نايم جنبي. رحت البيت لقيت منار قاعدة في الضلمة، عينيها شاردة ووشها شاحب كأنها ماتت ورجعت. أول ما دخلت بصت لي وقالت بصوت من صوتها: مش هتقدر تاخدها، هي لي أنا. حسيت بقشعريرة فظيعة وبدأت أفهم إن الحالة دي مش مس، ده تلبس وعيش. في الجلسة الأولى قرأت عليها قرآن وخصوصا آيات الحرق. كانت بترتعش وعينيها بتتحرك بسرعة، وفجأة صرخت صرخة خلت أخوها يعيط من الرعب، وقالت: أنا بحبها من وهي عندها 11 سنة. وقتها سألت الأم: هل حصل حاجة للبنت وهي صغيرة؟ قالت لي: آه، كانت وقعت في البير اللي ورا البيت وهي بتلعب، وقعدت فيه 3 ساعات لحد ما طلعناها. البير ده كان مقفول بقاله سنين، وكان معروف عند أهل البلد إنه بير مهجور ساكن. الجن العاشق شافها وهي صغيرة وحبها واستناها تكبر، وكل ما تقرب من أي حد يتدخل. سألت الأم: حصل خطوبة أو عريس أو أي حد اتقدم لها قبل كده؟ قالت لي: كتير يا شيخ، لكن كلهم بيهربوا. آخر واحد جاله حادثة بالعربية بعد ما شافها بيوم. الجلسات كانت طويلة ومؤلمة، كل مرة كنت أقرأ عليها كانت بتقاوم، لحد ما في مرة حصلت حاجة مش طبيعية. كان في صوت بيخرج من صدرها مش من بقها، بيقول لي: لو كملت هخلي قلبها يقف. شفت بعينيها دموع سودة بتنزل ووشها بيزرق. كان لازم أوقف، لكن قررت أخد طريق تاني. جبت مية مقروء عليها وزيت زيتون، وطلبت من الأم تدهن بيه جسمها قبل النوم. وفي الليلة دي منار حكت لي بعدين إنها حلمت حاجة غريبة. كانت نايمة على سريرها، وفجأة لقيت نفسها في أوضة كلها شموع، وعريس لابس أبيض وواقف قدامها بيضحك، بس ملامحه مش واضحة وعينيها كلها سواد. وقال لها: انت ليا، واللي هيجي جنبك هيموت. بدأت تحصل ظواهر في البيت، المرايات بتتكسر لوحدها، اخوها الصغير وقع من على السلم مرتين من غير سبب، والاب شاف منار ماشية في الصالة الساعة 3 الفجر، بس كانت نايمة في اوضتها مقفولة بالمفتاح. وظهر اسم مكتوب بالدم على حيطان الحمام، ومحدش شاف مين كتبه. وفي احدى الجلسات الجن قال لي حاجة غريبة: انا مش مسلم، وانا من النسل اللي حضروا الطوفان. ده اول مرة اسمع فيها كائن بيقول كده، وكان واضح انه قوي جدا، من المرضى والجن او ملوك الجان. كنت بعمل جلسات يوم بعد يوم، لحد ما في يوم
منار دخلت في غيبوبة. المستشفى قالت مفيش سبب عضوي. وقتها قررت أعمل جلسة أخيرة فيها دعاء حرق قوي جدا، وفعلا حصلت مواجهة. قعدت أقرأ وهي تصرخ، وكل اللي في الأوضة اتكسر. أمها اتشلت واترمت على الحيطة، وريحة حريق طلعت من هدوم البنت، لكني موقفتش. صرخت وقلت بصوت الجن: خلاص هسيبها، بس هفضل اراقبها، ولو حبت حد غيري هرجع تاني. ومنار صحيت بعدها كأنها كانت نايمة من سنين. بعد سنين منار اتجوزت، بس في أول يوم جواز العريس مات بسكتة قلبية وهو نايم جنبها. ومن يومها هي لسه عايشة، بس مش بترضى تتجوز، وبتقول هو لسه هنا مستنيني في الضلمة. مرت 3 سنين على وفاة العريس. منار بقت منطوية أكتر، سابت الجامعة وعاشت في بيت أبوها لوحدها. كل ما مامها تسألها: مش هتفكري تعيشي حياتك؟ كانت بترد وهي بص على الضلمة: هو لسه هنا بيراقبني. في ليلة من الليالي وأنا نايم حلمت بحلم غريب. شفت منار واقفة في وسط مقبرة قديمة، حواليها نار، وصوت جه من ورايا بيقول: رجعت، والختام لازم يكون بالدم أو النار. صحيت مرعوب واتصلت على طول بأم منار. قالت لي: يا شيخ، منار اختفت من امبارح، وباب اوضتها مفتوح، وسابت وردة سودة مرمية على السرير. دورت عليها اسبوع كامل لحد ما وصلني تليفون من واحد فلاح عجوز من قرية نائية، وقال: في بنت غريبة ماشية على الطريق القديم، بتضحك لوحدها وبتحفر في الأرض. رحت فورا على المكان. كانت هناك واقفة قدام كهف في وسط الجبل، وعينيها مش شايفة، بس ماشية كأنها عارفة الطريق. ولما قربت منها لقيتها بتقول: أنا وهو هنكمل الطقس اللي ما كملش من 9 سنين. فهمت وقتها إن الكيان ده مش مجرد عاشق، ده كان بيجهز لطقس زواج كامل. دخلت الكهف، لقيته واسع وضلمة، والمكان كله مليان رموز محروقة على الجدران. في آخر الكهف لقيت دايرة كبيرة مرسومة بالدم، وفي نصها منار واقفة ولابسة فستان أبيض قديم مش بتتحرك. وفجأة ظهر الكيان كأنه دخان أسود لابس شكل راجل بعينين بتولع نار، وقال لي بصوت بيخبط في القلب: ليه رجعت؟ دي بقت من عالمي. مناري بدأ يطير حوالين الدايرة، والكهف بيهتز، ومنار بدأت تصرخ وهي بتقول: الحقني يا شيخ، هو بيشدني. وقفت على طرف الدايرة ومسكت المصحف وبدأت أقرأ بأعلى صوتي. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. والكيان بدأ يصرخ، لكن صوته كان بيخترق العظم. كملت: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الكيان اتنفض والدخان بدأ يتبخر، لكنه قال كلمة غريبة: لو خسرتني هخسرها معايا. ومد ايده السودة على قلب منار. كنت لازم اختار اكمل واحرقه حتى لو هيموتها، او اتراجع واسيبها ليه، لكني كملت. قرأت ايات الحرق ومسكت سبحة كان اهداها لي يا شيخ مغربي زمان، فيها حجر اسود نادر، وحطيتها في وسط الدايرة. الكيان صرخة جامدة
خلت الصخور تتشق، ومنار وقعت على الأرض وبصوت متقطع. آخر حاجة قالها الكيان قبل ما يتحرق بالكامل: أنا كنت بحبها. فقت من الغيبوبة بعدها بيومين، لقيتني في المستشفى. أهل منار قالولي إنها بخير، رجعت طبيعية وبتضحك وبتقول إنها نضفت من جوه. وبعدها بسنة اتجوزت شاب طيب وعاشت حياة مستقرة. كل اللي حصل اختفى، مفيش كوابيس، مفيش خيالات، ومفيش دم. لكن كل سنة في نفس اليوم، في نفس يوم الجلسة الأخيرة، بتظهر وردة سودة على باب أوضتها. منار مش بتخاف، بس كل مرة بتاخد الوردة وتدفنها في الطين وتسكت. الخير انتصر، لكن بعد الذكريات ما بتتنساش. وبكده تبقى خلص حلقة النهاردة. ويا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.